annihilate your world. حبيب قلبي عامل ايه؟ الدنيا مقلوبه يا ريس من ساعه نزول الفيلم، واراء مختلفه كتير فشخ، وناس عاجبها الفيلم وناس فشخت بالفيلم الارض، وبالذات روتن توميتوز اللي الكريتكس ادوله تقييم 36%، يعني اعلى من فينوم 1 واقل من فينوم 2، والتلاته اصلا تقييمهم زفت في الاساس. ده غير ان الاودينس على نفس الموقع بيدوله اقل ريت في السلسله، بس التقييم في العموم عالي. فدعنا عزيزي المشاهد الخطير ان نبدا هذا الريفيو، ولا تنسى اللايك المتين والسبسكرايب الجميل واعرن انتباه. بص يا حبي، زي ما قلت لك قبل كده اني اكسايتد للفيلم ده جدا، وفعلا خرجت منه وانا مبسوط مش متضايق، لان كنت رايح الفيلم ده وعارف مستوى سوني في الافلام ايه خلاص، فمش بحط امال عاليه قوي. ده غير ان اي حاجه كان نفسي اني اشوفها بحاول على قد ما اقدر اني انساها، عشان لو ما جاتش يبقى قشطه. فخليني كده اقول لك ايه اللي عجبني، وبعدها نتكلم في اللي سوني هببته ده، وعشان نجاوب على اسئله خطرت على بالك من ساعه ما شفت الفيلم. فسمي الله في قلبك كده وركز معايا. بدايه الفيلم يا باشا هي تقديمه نال. بصراحه ساعتها دي كانت مفاجاه ليا، وتصميم ديزاين نال معمول حكايه وكوميك اكيوريت فشخ. ده غير ان احنا بنشوف اللوجو بتاعه كذا مره، وفكره انك تسرد الاوريجين ستوري بتاعت نال في قصه صغيره هو بيحكيها، فدي كانت فكره صايعه قوي. واحلى حاجه ان احنا بنشوف الحبكه في اول الفيلم، ان نال عايز الكودكس عشان يخرج من السجن اللي هو فيه، واحنا كده كده من الاعلان عارفين ان نال عايز من فينوم حاجه، فكان قشطه قوي ان هم قالوا الكلام ده في الاول. وفكره الكودكس نفسها حلوه، مع ان السيري بتاعت النيكرو سورد واول سيمبيوت دي كانت احلى، بس ماشي مش مشكله. مسيري اخرج افنجرز 20 ما يعرفوش امتى هم اصلا. سيبك بقى من التقديمه بتاعت نال دي وخلينا في فيلم الرود تريب ده، وهو فعلا فيلم رود تريب. احنا بنشوف فينوم في نيو مكسيكو لحد لما بيركب طياره ويقع في الصحراء عشان يركب حصان، وبعديها يقابل مارتن ويركب معاه الميني باص بتاعه عشان يوصل لاس فيجاس، وبعديها تيجي طياره بتاعت ستريكلاند تاخده عشان توديه اريا 55 عشان ينتهي بيه الامر بعد كده في نيويورك. وعلى مدار الرود تريب دي بنشوف فينوم بيحصل معاه ايه في الطريق، لانه مطلوب من الناس كلها. الداخليه بتدور عليه عشان قتل موليجان، والجيش بيدور عليه عشان معاه سيمبيوت، وكائنات الزينوفيجز بتدور عليه عشان الكودكس. فطول الوقت ايدي وفينوم بيهربوا. واكتر حاجه عجبتني في الفيلم هو علاقه ايدي بفينوم، والفيلم ده اكتر فيلم ركز ان احنا نعلى بعلاقه ايدي وفينوم عن اول فيلمين عشان توصل لاعلى نقطه فيها واكثرهم حزنا، وهي لحظه فراق فينوم وايدي. بقول لك ايه، انا كنت هعيط فكك. انا نهايه الفيلم فعلا اثرت فيا، وكان كلها مشاعر حلوه كده، وخصوصا لما ايدي كان ماشي في نيويورك وعمال يفتكر المواقف اللي حصلت ما بينهم، ويا محلى اغنيه مارون 5 لما بتشتغل. فينالي كان كله فيلينجز بصراحه وانا حبيته. ده غير كمان لو لاحظت ان فينوم المره دي يا باشا عاملين له رياكشنات. انا ما انساش لحظه فينوم لما كان بيطلع من ايدي كده خايف ان الزينوفيجز تشوفه، ما هذا الضحك. وكمان لما كان بيوشوشه وبيقول له على اسم نال وبيقول له وايدي بيقول له ايه، ضحك يا جدعان. وتصميم السيمبيوتس والوانهم كان حلو، ولسه هيبان تفاصيل اكتر لما الفيلم ينزل ديجيتال. فالفيلم ده انا كنت مستنيه بفارغ الصبر، والحمد لله اني خرجت منه مبسوط، وعشان كده ياخد معايا 7 من 10. ايه ده؟ على كل الكلام ده كله وعلى كل الفيديوهات اللي انت عاملها دي، وفي الاخر تديله 7 يا عم انت؟ ايوه ده كمان عشان الفيلم انا حبيته وخرجت منه مبسوط، وتعاطفا مني اخد كده. انا بصراحه بعد ما خرجت من السينما وكنت مبسوط كنت هديله 9 من 10، لحد لما خطر على بالي كميه حاجات تخلي الفيلم ده يقل في الريت بتاعه. بس مش معنى كده خالص ان الفيلم مش حلو ومش ممتع، فكك. انا بقالي ساعتين عمال اتكلم عن جمال الفيلم وحلاوته، انما بس انا بفهمك ليه الريت بتاعي نزل، وهحاول ان اكون هادي عشان ما افقدش اعصابي على سوني وكيلي مارسيل المخرجه، وكمان توم هاردي عشان توم هاردي هو اللي كاتب الفيلم بمشاركه المخرجه كيلي مارسيل. فبدء زي بدء كده، احنا ليه نلعب في الاساسيات يا جماعه؟ يعني ليه كيلي مارسيل مثلا تغير الكونسبت اللي تقدم بيه الفيلنز وهم بيختفوا كده من عالم الام سي يو؟ ليه يعني؟ على اساس انا مش فاهم. ده كده انا بعتبره خلل عند المخرج وعدم التزام باللي قبلك عملوه، املا منك انك تعمل حاجه احسن يعني. بس للاسف كل ده يعمل تشتت لينا كمشاهدين. غير كمان ليه اصلا نشيل جمله سبايدر مان من الحوار؟ على اساس ايه؟ انتوا شركه سوني يا ابني، انتوا اللي معاكم حقوق سبايدر مان كلها. لا اله الا الله، حوار غريب فشخ والله. غير كده الفيلم فيه لوز اينز كتير، يعني بنى على الفاضي، او قصه بدأناها وما شفنا لهاش نهايه، او اي حاجه ليها علاقه بيها. زي مثلا لما عرفنا ان السيمبيوت اللي كان جوه موليجان في اخر فيلم فينوم 2 سابه ومشى عشان موليجان كان بيموت. طب السيمبيوت ده راح فين دلوقتي؟ وايه موقعه من الاعراب؟ طب هل مثلا لما الجماعه بتوع اريا 55 لقوا موليجان لقوا جنبه السيمبيوت ده واخدوه معاهم اريا 55، وده هو السيمبيوت توكسين
اللي خلوه سيمبيوت معاه من جديد، ولا توكسون اصلا كان معاهم من الاول؟ دي اسئله مالهاش اجوبه. عندك برضو مين الراجل ده، وايه علاقته بالستريكلاند، وليه هو اللي كان مشرف على اريا 55؟ فهل ده فعلا ده الخطيب اني اللي ظهر معانا في الجزء الاول والثاني؟ لان في الكريدتس بتاعت الفيلم شفنا اسمه بس مش بيبقوا كاتبين عامل كاركتر مين. هل هيبقى مستر نيجاتيف زي ما قلت لك كده؟ برضو مفيش اي كلوز عنه. تعالى بقى للسيمبيوتس. طب انا راضي ذمتك بما انك هتقدم كذا سيمبيوت، طب اديهم وقتهم على الشاشه. طب كنا محتاجين تركز اكتر عليهم. طب قول لي اساميهم، طيب خليهم ينادوا على بعض باساميهم حتى. انما لا، هم بانيين للسيمبيوتس الكتير دي عشان كل ما نشوف واحد ويبدا يفايت الزينوفيج يقوم ارمه. ده غير كمان انك قعدت تبني الموليجان وتوكسين كتير من ساعه نهايه فينوم 2 ومن ساعه التي في سبوت الاولاني بتاع فينوم 3، واول لما يبدا يفايت مع الزينوفيج ما شفناش اي حاجه والزينوفيج بيقرمه. ده المفروض توكسين يا عم، ده اقوى سيمبيوت اصلا. ده غير كمان ان هم مش عاملينه كوميك اكيوريت معرفش ليه، وعاملين لونه كله اخضر. المهم ان التركيز الاكبر كان على السيمبيوت لاشر وسيدي اللي شفنا لهم مشاهد جامده كتير فشخ في الاخر. واصلا سيدي ما تبنلهاش باك ستوري هنا في الفيلم، على عكس دكتور بين اللي بنوا لها باك ستوري وليها مشاهد اكتر في الفيلم. ما شفنالهاش يعني الا مشهد واحد بس مع السيمبيوت اجني، واصلا اجني كمان في الكوميكس ما عندهاش سبيد الكتريك باورز كده زي فلاش. فاديني عقلك. ده غير البوست كريدت سين اللي ما شفناش منهم حاجه غير ان سوني بتشوقك اكتر بلا هدف معين واضح وصريح، ما هو الا تشويق في المجمل. طبعا البوست كريدت سين الاولاني عمال وهو متفائل قوي حتى بعد ما الكودكس باظ ما اعرفش ليه، وبيقول ان هو كده كده هيخرج من هنا وهيدمر العوالم كلها. والبوست كريدت سين التاني بيسيبك مع خيالك بقى في احتماليات ان السيمبيوتس يكونوا عايشين ويكون في منهم حته هنا ولا هنا ولا حاجه. ده احتمال كمان يكون الصرصار ده اصلا مسيمبيوت مع حد. فكل دي لوز اندز واسئله ملهاش اجوبه، الا بقى لو سوني، وده اللي باين يعني ان هي بتبني اعمال هتبقى مشتقه من عالم فينوم بما ان ده اعظم نجاحاتهم. يعني توقع كده نشوف مسلسل سبين اوف عن دكتور بين واجوني، وساعتها هيدخلوا السيمبيوت لاشر كمان في المسلسل، وهيجيبوا لك ان هو كان واقع منه حته في اي مكان لحد لما بيوصل لسيدي وبيسيمبيوت معاها تاني. فكل ده هيبقى في مسلسل او فيلم تبع سوني. اوفرول يا حبي كيلي مارسيل كان عندها تصريح بتقول ان هي عارفه قد ايه ان الفانز بيحبوا فينوم وان هي بتقدر الفانز جدا، ووعدتنا في فيلم يحترم الفانز ويكون فيلم ليهم. وانا من مكان هنا احب اقول لك ايوه هي فعلا عملت كده، بس عملت فيلم في مستوى الفن العادي. اللي شاف فيلم فينوم 1 و 2 عجبوه، انما مش سبايدر مان فان وعارف قيمه فينوم ومتعمق في جوانب شخصيته. ده انت حتى ما احترمتش الكونسبت اللي رابط الفيلم بسبايدر مان. فكل ده بصراحه الوم عليه سوني، ومش هرمي اللوم كله على كيلي مارسيل عشان حرام الست برضه عامله اعلى فيلم في السلسله. انما العيب على سوني اللي جابت 3 مخرجين عشان يعملوا ثلاثيه لفينوم، وكل واحد فيهم ليه وجهه نظر وطريقه في تقديم الكاركترز عشان يخلونا نشوف 3 نسخ مختلفه من فينوم في 3 افلام. سيبك من كل ده بقى يا صاحبي وخليني في امالي وطموحاتي اللي ما شفتهاش في الفيلم. ولا لوجو اترسم ولا سبايدر مان ظهر ولا ربطنا العالم ده باي عالم من عوالم سبايدر مان، مفيش اي حاجه. وما تنتظرش ظهور سبايدر مان في اي عمل جاي قريب، لان خلاص بانت كده ان سبايدر مان ده مش بتاع كاميوهات ولا بتاع بوست كريدت سين، والموضوع اكبر من كده بكتير. لانهم لو كانوا عايزين يظهروه ما كانش فيه احسن من دي فرصه ولا احسن من ده فيلم عشان يتقدم فيه سبايدر مان ككاميو او حتى كربط عوالم. ففيلم كريفن هينزل شهر 12، فكك بقى وطلع سبايدر مان ده من حساباتك تماما وانسى ان احنا نشوفه الفيلم. وادينا اهو في انتظار الاعلان التاني لفيلم كريفن ذا هانتر. وفي النهايه احب اقول لك اني مبسوط جدا بالفيلم يا حبي، واخيرا شفنا فرشه حلوه معموله لنال، اكيد هيكون ليها توابع قدام شويه. وكمان اداء توم هاردي اللي بالنسبه لي هو سبب النجاح الاول للثلاثيه دي، ده غير الماركت الكبير اللي عاملاه سوني للجزء الاخراني. ده الماركتنج وصل لبابجي يا ريس. المهم ان اللي بسطني اكتر هو كلامي معاك من ساعه نزول اول اعلان للفيلم ده في شهر 7، واتمنى ان اكون عملت لك تغطيه كامله لكل حاجه عن الفيلم على مدار ال4 شهور اللي فاتوا، واتمنى انك تكون استمتعت معايا بالاخبار والنظريات وكل الهايب العالي اللي حصل معانا ده من ساعه ما اعلنوا عن الفيلم. واحب اشكر كل المتابعين اللي كانوا معايا في الرحله دي من اولها، وبالاخص عبد الغني ومهاني وعدنان ومصطفى انيميشن وبودي. واحب اشكر كل الداعمين سواء بشير او بلايك او بكومنت، حقيقي بتفتحوا نفس الواحد ان هو يعمل حاجه محترمه تليق بيكم. فما تنساش تشير الفيديو ده وكيب ات اب معايا كده، عشان ده مش اخر فيديو اعمله عن فينوم، لا لسه في فيديوهات جايه كتير عشان ذا واي اي سي ات وي كان دو وات ايفر وي وونت. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي بتقول رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. وراك المتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم نوح حسوبه من حسوبه دوك. سلام.